الاشكال هي اننا كنبيعو في البلان، في المقابل كياخدو ابارتمون بواحد الثمن اللي جد مناسب ويستحيل اي انك تلقاه عند الشركات الاخرى. مثلا هاد الشقق اللي كاينين وسط كازا خداوهم الناس ب 5000 درهم من المتر، ولكن سون فينيسيون، يعني بلا الفينيسيون. انت اللي كتختار الفينيسيون ديالك، كتختار يعني الفينيسيون الواعر وتهلا في راسك وتقاد مزيان والوثائق ديالك وكلشي تقام لك ب 7000 درهم، تقدر ب 6500 بعدي. لكن حنايا نديرو يعني فينيسيون واعر هوت ستوندين كما كيتسمى، غتقام لك ب 7000 درهم في وسط كازا وتعطي شويه بشويه. هاد الامتيازات هادو كاملين مزيانين. كاين اللي كيقول لك هاد الاثمنه مستحيله، كاين اللي كيقول لك لا هاد الاثمنه باقي غاليه، كاين اللي كل واحد اش كيقول. الاثمنه ساهل الحساب ديالها، كتاخذ الثمن ديال الارض زائد التسجيل والتحفيظ زائد الرخصه البلان البنايات المرافق المشتركه شحال باش غادي يتقاموا الوثائق الاداريه، كتقسمهم على المتراوات ديال الشقق اللي عندك فقط. هنا غادي يبان لك الثمن ديال الشقه. حنايا اللي كنتكلفوا بالبناء، يعني حنايا ما كنعطيوش للمقاول، يعني ديك الربح اللي كيدير المقاول كناخذوه حنايا وكنشيطوا شويه ديال البركه في الاخير باش نقدموا لك واحد السيرفيس اللي هو واعر وزوين. كل واحد كنشوفوا ليه على حساب الفصاله اللي بغا، الديكور اللي بغا، يعني كيدار واحد موديفيكاسيون في البلون على حساب الذوق ديالك باش بغيتيها. كنتفاهموا في هذه المساله هذه، وما في الاخير كيبقاو يعطيو دفعات. حنايا كنعاونوا يعني من جهتنا، عندنا الفلوس ديالنا وكاين لي فورنيسور وكاين هذه المسائل هذه كنعاونوا في الحدود، يعني ماشي تعول علينا. وانما كاين بعض الناس اللي كتعاني، بعض الناس اللي حسن عوان كان معول يعطي شويه ما عندوش، ما يمكنش تجلس وتسنى. وفاش كتوصل الفينيسيون كنقدموا لك واحد السيرفيس غراتوي مجانا. السيرفيس هذا كنتبعو معاك، يعني كتجيب نجار كنقول لك اودي كاين هذا النوع هذا ديال الخشب بدي، لا الثمنه اللي دار معاك راه زوينين، لا راه هذا راه غلى عليك، لا راه كاين واحد الحريفي. فاش كنجيبوا لك شي حريفي ولا شي حاجه منك ليه مباشره ما كتعطينا والو، انت اللي كتخلصوا. والاغلب الناس كيتشاركوا في الجروب، كيدخل شي واحد على شي واحد اخر في البرطمان وكيشوف شي ديكور كيقول لي يعطيني النمره ديال داك المعلم اللي قاد لك هذا الديكور هذا. لا راه الاخوان راه كاين واحد الفرنيسور عنده الرخام غادي يخليه لكم بالثمن قد وقد اللي بغا. يعني هذا السيرفيس هذا غاديش يعرف بحقه غير الناس اللي دازوا في الفينيسيون. يعني فاش كتلقى شي واحد عنده ليكسبيريونس وكيعطيك المعلومات في اي نقطه محتاجها خلال السلعه ولا من خلال اي حاجه، حتى الا ما كانش المعلومه كنبحثوا لك عليها وكنسولوا الناس اللي مختصين فيها، وكتستافد من مجموعه من العلاقات. يعني حتى الا ما عندكش الحريفي حنا كنجيبوا لك الحريفي. الهدف ديالنا هو انه تسربي نتايا وتفيني ونشطبوا العماره باش الناس يسكنوا. وحاليا الناس ساكنين، يعني الناس اللي كيقولوا هادوك النصابه هادوك كيديروا مشاكل هادو انا كنقول لك دوز نعطيك الموقع فين كاين البروجي، دوز وسول الناس واش كيتشكاو وتقول له ودي بغيت نسول على هاد الناس هادو يبناو لكم، الناس اللي مكلفين بهذا البروجي هذا ياك ما تسيفوا ياك ما كيتبدلوا فاش كياخذوا الفلوس ياك ما داروا المشاكل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي انه حنايا فاش كيجي عندنا شي واحد كيقول لنا مثلا المده شحال هذه التفاصيل، كيلقانا مختلفين بزاف على شركات اخرى، مختلفين بزاف على بزاف ديال الناس. يعني فاش كتقول لنا المده كنقول لك يقدر عام هكاك، عام ونص، دير انت الحساب ديالك. كيسمع الانسان هاد الهضره مثلا كيقول لك مشيت عند شي شركه اخرى قالت لي عامين وشهر جوج غتاخذ السيرفيس ديالك وهاد التفاصيل هذه. الا انه في الواقع انايا ما عمرني شتي شركه كتحترم الوقت ديالها. دوز المده اللي داروا معاه يعني بشهرين 3 شهور 4 شهور نقولوا كاع 5 شهور، راه هذه طوب، هذه راه شركه ناضيه وواعره. انا كنهضر لك انايا شركات راه كيجبدوا بلان مع عامين 3 سنين او اكثر من ذلك. يعني فاش كيجي شي واحد قبل ما يحط الفلوس كتقول ليه لا خلي عندك الفلوس ديالك وفهم هو الاول ها المراحل اللي تابعين، راه غتاخذ بلا الفينيسيون، وراه عندك هذا الاجراء انت اللي غادي تكلف به، وعندك هذه وعندك هذه المده هذه وعندك هذه الدفعات خصك تخلصهم، وكتعاود تاكدوا معاه وهكا باش مزيان. اي انه شرح مع من الاول اش وقع.
ولاو الناس اللي فاهمين، الناس اللي عندهم الفلوس، الناس اللي ما غاديش تحل معاهم، هما اللي كيتونجاجاو معاه. الانسان اللي تالف، الانسان اللي مخربق، الانسان اللي كيبني يعني القرارات ديالو على اشياء لا علاقه لها بالموضوع، هذا كيمشي. حيتاش حنايا ما قدامش لينا اي انه ناخذوا الانسان ونكذبوا عليه ونقولوا ليه حنايا غادي تسلم في عام، الا انه يقدر مثلا هذا البروجي هذا الثاني هذا يقدر يسلموه الناس في عام او اقل من ذلك، وحنايا غادي نشوفوا كما يبداو الاشغال. غادي نصور ونحط لكم التاريخ وكاملنا غادي نشوفوا شحال فاش غادي نكملوا وشحال فاش غادي نطلعوا. والا قلت لكم اي انه كاين واحد السيد ديجا تعرض الناس مشات ليه واحد الدفعه في واحد المشروع يعني في البلان، وعاود دخل معنا في هذا المشروع هذا عاود ثاني في البلان. علاش؟ حيت شاف الفرق ديال التعامل وشاف وعرف الاخطاء اللي دار وعرف. حيت هذا الانسان هذا قادر اي انه يفهم وعارف اش كيدير وحريفي في المجال ديالو، هو خدام في واحد الدومين اخر. المهم هاد التوضيحات اللي كنوضحوا للناس هي انه خاص تفهم في الدومين، يعني ما تتبعش المظاهر وما تتبعش الناس اللي ما فاهمينش، فهم انت وعرف المنطق كيفاش غاديه الامور، باش انت لا بتمشي عند شي شركه ولا بتدخل عند شي ناس ولا تدخل شراكه مع العائله ديالك ولا شي مقاول ولا شي حاجه، تعرف كيفاش تحمي الحقوق ديالك وتعرف كيفاش تاخذ عقار بثمن جد مناسب. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا، والتحيه لكم جميعا.